انا والدي بيتعامل معايا على اني مراته. انا عايزه اتكلم عن موضوع مهم يخصني انا ووالدي. الموضوع ده تعبني جدا ومش عارفه اتعايش معاه ولا عارفه اعمل ايه ولا لاقيه له اي حل، وتعبت خالص نفسيا. انا ووالدي بيعمل معايا حاجات وحشه، بيتعامل معايا على اني مراته وانا مش قادره اعمل اي حاجه، مش في ايدي اعمل اي حاجه، وان منعت وقلت لا ومش عايزه وده حرام وده عيب، بيقاطعني وما بيكلمنيش وبيقعد بالشهر ما بيكلمنيش ومخاصمني كأني مش بنته وكأنه ما يعرفنيش هو بيتعامل معايا على اني مراته بالظبط. ومش عارفة، انا ما كنتش يعني ما كنتش متمنية ان ده يحصل او من ده، يعني انا مش متخيلة ان ده يحصل من اب لبنته، مش متخيلة ان ده كله يحصل. مش عارفة اعمل ايه. انا تعبت نفسيا جامد، ما بقتش بعرف انام، ما بقتش بعرف اتعامل مع الناس من كتر التفكير ومن كتر اللي انا فيه، ما بقتش عارفه اعمل ايه. هو بقاله اسبوع ما بيكلمنيش عشان خاطر كان عايز يعمل كده وانا مرضتش. انا بوافق عشان خاطر مش عايز يقعد ما بيكلمنيش كده. انا تعبت ومش عارفه اعمل ايه. وبيتعامل معايا على اني يعني كلمة في البيت لما ما يكونش عايز، لما مرضاش اعمل اللي هو عايزه يقعد يذلني ويعمل لي كأني مش بنته ولا كأنه يعرفني. ولما اعمل اللي هو عايزاه، لما اعمل اللي هو عايزه ابقى حبيبته وبنته ويطلعني سبع سبع. انا مبقتش عارفة اعمل ايه. ما كانش ده الحضن اللي انا نفسي فيه، ما كانش ده الحضن اللي انا نفسي فيه، ما كانش ده الحضن اللي انا نفسي فيه منه. انا مش متخيلة ان المفروض ده يحصل من اول. انا والله العظيم بدأ ربنا كتير اوي اني بطل كده، وانا ما بقتش عايزة اعمل كده، والله مش عايزة اعمل كده، بس انا مش عارفة اعمل ايه. كله والله العظيم، والله العظيم انا بحاول على قد ما اقدر اتكلم معاه واقول له لا انت، لا انا مش عايزة اعمل كده. يقول لي ما تخافيش، ما تخافيش انا ابوكي. ما هي دي المصيبة ان انت ابويا، هي دي المصيبة ان هو ابويا. انا اتكلمت معاه كذا مرة بان هو يعني مش عايز اعمل كده، انا مش عايز اعمل كده. يقول لي خلاص ماشي، انا مش هعمل معاكي حاجة تاني ولكيش دعوة بيا وما تكلمنيش. كأنه بيستغلني يعني، لو ما عملتلوش كده ما يكلمنيش، وانا عملت له اللي هو عايزه، يكلمني عادي وابقى حبيبته وكل حاجة. انا مش عارفة اعمل ايه، مش عارفة اعمل ايه، مش عارفة. هو حاليا دلوقتي ما بيكلمنيش بقاله اسبوع بالظبط، لان كان عايز برضو يعمل كده، وانا كنت قاعدة في اوضتي لقيته داخل عليا بيحط ايده عليا مش عارفة ايه، وبيقول لي ايه مش يلا، فبقول له ما ردتش عليه، يعني ما كنتش عايزة، كنت قرفانة جدا من نفسي وبقرفانة حتى ابصله، وقرفانة اني اتكلم ولا اقول اي كلمة، قرفانة، مش مصدقة، يعني مش متخيلة ان ده يحصل من ابويا. يعني ليه ده؟ ليه بيعمل كده وليه بيعمل مع بنته كده؟ مش متخيلة، انا مش عارفة اعمل ايه. فلما مرضتش قام قايل لي ماشي، ومن وقتها ما بيكلمنيش خالص، ما بيقعدش معايا، ما بناكلش سوا، ما بنشربش سوا، كأني مش موجودة بالظبط معاه. وانا عندي اخوات تانيين بنات برضو اكبر مني، انا اصغر واحدة. مش عارفة هو شايفني ايه وهو ليه بيعمل معايا كده. مش معنى انا كده اللي بيعمل معايا هو.
عايزة حل ضروري والله، عشان أنا تعبت نفسيا. أنا ولا عارفة آكل ولا عارفة أشرب ولا عارفة أروح شغلي ولا عارفة أتعامل مع الناس، مش عارفة أتعامل مع الناس. بقيت قرفانة من نفسي، بقيت قرفانة من نفسي إن هو بيعمل معايا كده، وما أقدرش أتكلم مع أي حد عشان محدش هيصدقني، وما أقدرش أتكلم مع أي حد عشان محدش هيصدقني، ما اقدرش اتكلم مع اي حد واقول له كل ده مستحيل. اصل اقول لهم ايه؟ اقول لهم ابويا بيعمل معايا كده؟ اقول لهم ايه؟ مش عارفه مش عارفه اتصرف ازاي، مش عارفه اعمل ايه. انا تعبت نفسيا وبسبب كده بعد ما بيخلص اللي هو بيعمله ببقى منهارة ومش قادرة اتعامل مع حد ومش قادرة اعمل اي حاجة. ما بيجيش في دماغي غير ان هو بموت نفسي عشان انا كل حاجة بتحصل لي بتحصل لي بسببه. انا مش عارفة اعمل ايه.